الدجاج والتونه، وراح نعملها اليوم بعجينه الجلاش لابات فيلو الفيلو دو. شغله كتير طيبه وبسيطه، يعني تورت فيكم تسموها تارت بس هي تورت، وراح تكون مغطيه من الفوق كمان. هاي مكونات الحشوه مثل العاده، انا بعطيكم اقتراح وانتم فيكم تغيروا زي ما بدكم. انا عندي هون كميه من البصل هي اللي حقليها اول شيء مع شويه زيت زيتون. فيه دجاج هون راه مستوي لاني سلقته بالمي، فيكم تسلقوه بالمي وتنكهوه طبعا بشويه بصل شويه قرفه وبهارات، او كمان تقلوه في نفس الوقت مع البصل. عندي هون تونه، زيتون، فيه زبده هي راح تحتاجها لعجينه الجلاش، كابر او لي كابخ الكبار، عصره ليمون، فيه جبنه كريميه، وعندي الكريمه الحامضه. وراح نبدا ان شاء الله ندبل البصل في شويه زيت زيتون، واللي يحب الزبده يحط الزبده. بسم الله. حطيت هون كميه الزيت، راح اضيف البصل وراح اضيف له كميه من الملح. اللي يحب الثوم كمان فيكم تضيفوا كميه من الثوم، وراح ندبلها شوي. شويه فلفل اسود، الله محلى البصل هيك وهو يتقلى. راح اضيف الدجاج اللي سلقته وقطعته قطع صغيره، بكفي. عندي هون كمية من التونة، خلطوا بشوف. عندي هون كمية من لي كابخ الكبار، وراح اخلطهم كمان باش النكهة وريحة طالعة كتير طيبة مثل العادة. زيتون طبعا حسب الذوق واللون اللي عندكم، المهم بدون نوى. في عندي هون كمية من عصير الليمون، فيكم حتى تبرشوا شوية قشر الليمون كمان. انا هون راح احط لانه خصوص حطيت التونه، فهل عصرت على الليمون او يعني عصرت تقريبا نص حبه ليمون تعطيها نكهه طيبه كمان. هذه الكريمه الحامضه، ما بدنا سائل، بدنا شغله كمان نطري بها المكونات. هذه تعتبر مكونات هيك شويه جافه. وجبنه كريميه حسب الاختيار، يعني حتى تاع المثلثات، في اشكال كثيره بالسوق. فشايفين لا حطيت بيض ولا اشي، الجبنه اللي حطيتها هي اللي عملت لي هيك طرت لي هالخليط. راح افرم فيها كمان شويه جبنه بارميزان، راح اضيف لها هيك نكهه كمان. جبنه البارميزان بتعطيها فيها ملوحه وفيها شغلات كتير طيبه، ما بعرف بتنكه كتير كتير مليح. لي كيش، لي تارت، البيتزا، الجراتان، كل اشي. وهي هي حشوتنا.
راح نفتح ورقة جلاش لابات فيلو يسموها زي ما بدكم. ومثل العاده انا مجهزه هون فوطه هي اللي راح احمي بها العجينه عندي، او عجينه الفيلو الجلاش اذا بتريدوا. اول شغله تعملوها راح ندهن الصينيه. احنا راح ندهن كمان ورقات الجلاش، ورق الجلاش. وندهن حتى حبات او ورق الجلاش كمان هون. انا راح احطها بهالطريقه وراح ادهنها كمان. تحطوا تقريبا شي 4 ل 5 ورقات، وبعدين نعمل الحشوه. ما تنسوش انه الحشوه ثقيله، فبدكم كمان تعملوا لها كميه مليحه من ورق الجلاش. انا حطيت هون كميه من ورق الجلاش. راح احط الحشوه. ريحتها كتير كتير طيبه، جربوها جربوا. اكيد في ناس قلت لكم راح يستغربوا شغله انه تخلطوا التونه مع الدجاج وهيك، بس جربوها اكيد راح تتذكروني وتدعوا لي. في هالمرحله هون انا فيا ارجع هيك كل الاطراف تاع ورق الجلاش، وندهنه كمان شوي، لانه قلت لكم بدها شي كميه من الاوراق، لانه الحشوه ثقيله والورق هذا خفيف، ف بدكم تدهنوه وتعملوا يعني كميه مليحه من الورق. نعطي لها الوجه الثاني. بنجي هون ندخل مليح الورق هذا. ما تخافوش من العجينه انكم تجوا تلفوها هيك بهالطريقه، بدكم تعملوا هيك، وراح تشوفوا لما تخلص في الاخر تعطيكم شكل كتير حلو. راح ندهنها ونزيد لها كمان ورقه او ورقتين، وكل ما كان فيها ورق زياده تعطيك قرمشه اكثر، ويكون زي ما تقولوا توازن بين العجينه والحشوه نفسها، لانه شفتوا الحشوه كمان راهي ثقيله. راح ادهن كمان. نحاول كمان ندخل بهالطريقة. شكلها الخارجي ضروري انه يكون يعني تضبطوه بكل رواق وما تزعلوش عليها، وتضبطوها مليح. راح ندهنها لانه بدها زبده. هيك انا حتى في الوصفه مذكوره انه بعد ما تشيلوها تطلعوها من الفرن اللي تكونوا مسخنينه 350 درجه، ومش راح تاخذ وقت كثير، بين 15 ل 20 ماكسيموم، بمجرد ما تحمر وتعطي هيك لون حلو جميل. انا هون كمان هاي موجوده في الوصفه حبات ملح البحر الخشن، هذا يعطيها مثل القرمشه وانتم بتاكلوا. اللي يحبوا الملحه ف كتير هيك طعمه وانت بتاكلي في القطع هذه تقرمش عندك حبات الملح. فيه اللي يحطوا كمان لا فلور دو سيل اذا موجوده، ورشه فلفل اسود. بسم الله.
وراح نخبزها، نحطها بالفرن اللي مسخن 350 درجه مثل ما خبرتكم. نخبزها بين 15 ل 20. يعني شايفين انتم عندي هون قطعه صغيره، اذا عملتوها اكبر فاكيد راح تاخذوا بعين الاعتبار الحجم تاعها. وطبعا نرجع نقدمها لكم في شكلها النهائي. الف وهنا وشفا. توت بالدجاج والتونه من احلى ما يكون، وشايفين حتى شكلها واللون تاعها، فشو بدكم اكثر من هيك؟ بدكم تعملوها. الف هنا وشفا وبالصحه.